2023 في شهر 3 غادي توصل رسالة في واتساب لواحد الولد من عند باباه كيقول له اذا ما رجعتش غادي تعيط للبوليس وغادي تجيو لهاد البلاصه. البوليس مشاو غير باش يتاكدوا ويشوفوا داك الشخص واش باقي كاين تما وشنو اللي وقع له، لكن اللي ما كانوش عارفين انهم غادي يشوفوا شي حاجه اللي عمرهم ما شافوها. هاد القضيه عملت ضجه كبيره في اندونيسيا، وحيت المجرم ما كان كيشك فيه حتى شي واحد. سلام، كنتمنى تكونوا مزيانين وبخير، ومرحبا بكم فيديو جديدة مع ستوري باي نايا. إذا كان كيعجبكم المحتوى ديال القناة فما تنساوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة باش يوصلكم أي فيديو جديد. ودابا بلا ما نطول عليكم كتر، يلا نبداو. القضية ديال اليوم غتدينا لإندونيسيا وبالتحديد منطقة بانغان نيغارا. كان كيعيش واحد السيد الاسم ديالو براستيو، في العمر ديالو 55 عام، عايش غير بوحدو. مراتو ما تمش تكرهها في القضيه واش متوفيه ولا كانوا مطلقين. هاد السيد كان عنده ولادو لكن كاملين كانوا كبار، كل واحد منشغل في حياته كيطلعوا عليه مره. براستيو كان فقير وغير كيتقاتل مع الوقت باش غير يلقى ما ياكل ويعيش. ملي غتجي كورونا غادي تزيد تخلي براستيو يعاني كتر وكتر. وماشي غير هو، راكم عارفين كورونا اثرت على الاقتصاد العالمي كامل، فبزاف ديال الناس خسروا الخدمه ديالو. وفي ظل هذا الوضع بزاف الناس في اندونيسيا غادي يبداو يقلبوا على المعجزات باش يغيروا حياتهم ويخرجوا من ديك الوضع اللي هما فيه. براستيو كان واحد من هاد الناس. هو بلا كورونا وكان كيعاني ماديا، اما دابا ما عنده لا خدمه لا حتى حاجه، وزيدها غارق بالكريديات اللي ما لاقي كيفاش يردهم. غادي يبقى هيدا كيعاني حتى لمارس 2023. في واحد النهار كان كيتصفح في فيسبوك حتى غادي يلقى واحد البوست فيه واحد العرض مغري بزاف. كاتبو واحد الشخص الاسم ديالو سلاميت كان مشعوذ او شامان كيف ما كيسميوها هما في اندونيسيا. ديك البوست كان كاتب اذا كنتي كتعاني ماديا جيب الفلوس اللي عندك وانا غادي نخليهم يتضاعفوا حتى يوليو ملايين، وهادشي غير شي ساعات اللي هما قليله. براستيو فاش شاف هاد البوست قال صافي لقيت الحل اللي غادي يخرجني من هاد الازمه نهائيا. دابا اي واحد فينا غادي يقرا داك البوست غادي يضحك وغادي يكون مأكد ان هادشي ما كاينش، ولكن براستيو كان العكس تماما. كان مقتنع ومأكد ان هذه هي المعجزة اللي غادي تبدل له حياته. في الاصل الاندونيسيين كآمنوا بزاف بهادشي ديال الشعوذة والزعماء الروحانيين وداكشي. وخا هي كدولة تطورت، ولكن هاد الافكار وهاد الخرافات باقي كاينين بواحد الشكل كبير، بالاخص في ديك المدن الصغيرة والقرى فين كتكون الأمية منتشرة بزاف. فهاد الزعماء الروحانيين أو الشامان كتعتبروا مقدسين عندهم بزاف، حيتاش داخلين في الثقافة ديالهم من آلاف السنين. براستيو غير شاف داك البوست غادي يصيفط ميساج لسلاميت، قالو أنا مهتم وباغي نغير الوضع ديالي. سلاميت في بلاصة غادي يجاوبو وقالو ها العنوان ديالي، جيب الفلوس وأجي عندي أنا كنتسناك. لغد في الصباح براستيو غادي يهز الفلوس ديالو اللي عنده كاملين وغادي يزيد يتسلف حتى من عند الناس. من بعد غادي يشبر الطريق لذاك العنوان، غادي يبقى ماشي. الطريق بدات كتخوى والديور ولاو قلالين حتى هيوصل لواحد الدار اللي هي بوحدها معزولة على باقي الديور اخرين، وغادي تكون هذه هي الدار ديال سلاميت. ندق في الباب وغادي يخرج سلاميت، كيبان انسان عادي مزيان واحد الابتسامة على الوجه ديالو، وغادي يقول براستيو مرحبا بك، دخل لوسط الدار وغادي يجلس. وبراستيو كان كينفذ اي حاجه كيقولها له سلاميت، حيت هو عنده هدف واحد انه يخرج من هذه الازمه. من بعد ما براستيو غادي يجلس في وسط الدار، سلاميت غادي يبدا يدور الشمع على براستيو وقال له غادي تشوف قدامك مباشره تما كيبان له واحد الثوب احمر محطوط غير على الارض. فسلاميت قال له اعطيني داك الفلوس اللي جبتي باش نحطهم تما وغادي نبداو الطقوس والفلوس غادي يضاعفوا لك. سلاميت بدا كيقرا عليهم شي حاجه بواحد اللغه اللي ما مفهوماش. براستيو كيشوف داك الفلوس قدامه كيتسناهم يتضاعفوا.
ولكن ما كاين والو. حتى غادي يدوز شويه ديال الوقت، فجأة الفلوس بداو كيتضاعفوا وكيخرجوا من الارض وكيتحطوا فوق داك الثوب الاحمر. براستيو ما مصدقش اش كيشوف. الفلوس رجعوا بزاف وتخلطوا عليه الاحاسيس كاملين، الخوف، الفرحه، الصدمه. من بعد ما دازت واحد المده قصيره، سلاميط سالا داك الطقوس وغادي يهز داك الفلوس كامله ويعطيها لبراستيو وقال له ها رزقك، سير وعيش وحل الازمه ديالك. براستيو كان فرحان بزاف وغادي يشكر سلاميط على هاد المعجزه اللي حقق له. قال له عتقتي حياتي من واحد الازمه وواحد المصيبه اللي ما كنتش عارف كيفاش نخرج منها. صافي من بعد غادي يمشي للدار، وهادشي اللي وقع كامل ما غادي يقولوا لحتى واحد. في الصباح غادي يمشي براستيو باش يتسخر ويشري لي تشحى كامل. صافي دابا ولا عنده الفلوس، غادي يمشي عند الجزار باش يشري اللحم، وملي يعطيه الفلوس باش يخلصوه القصار حس ديك الفلوس غرابين، فغادي يجبد واحد الورقه نقديه اللي ديجا كانت عنده في المحل وغادي يقارنها مع اخرى. غادي يبان له ان داك الفلوس مزورين بواحد الشكل اللي هو واضح بزاف. فغادي يقول لبراستيو هاد الفلوس راح مزورين وما غادي يبغي يشبرهم منك حتى شي واحد. براستيو تصدم وقال للقزار مستحيل يكونوا مزورين. هنا القزار غادي يوريه الفرق ما بينهم في الملمس، في الارقام، في بزاف ديال الحاجات. براستيو عاد استوعب الكارثه اللي هو فيها وانه تعرض للنصب والاحتيال، فتم غادي يرجع للدار نيشان وغادي يبقى يفتش في داك الفلوس كاملين واش فيهم داك الفلوس اللي كان دا معاه لسلاميط باش عمل له هاد المعجزه، ولكن ما غاديش يلقاهم. الوراق اللي عنده كاملين مزورين، يعني سلاميط دا داك الفلوس الاصليين وعطاه غير المزورين، على اساس راه ضاعف له داك الفلوس ورجعوا بزاف. هنا براستيو غادي يهز داك الفلوس كاملين وهيخرج من الدار ديالو وهيشبر الطريق للدار ديال سلاميط، وهو في الطريق كانت باين عليه انه معصب لواحد الدرجه اللي كبيره. حتى غادي يتلاقى صدفه مع واحد الصديق والجار ديالو في نفس الوقت، حتى يقول له عندك شنو واقع. فبراستيو غادي يعاود له كل شيء من الاول، انه تعرض للنصب من طرف شامان صاحبه. صافي مشاو كمل النهار ديالو عادي، حيت مؤلف كيسمع شي حاجه في حاله دي دائما كتوقع في المدينه. المهم براستيو كمل الطريق ديالو حتى وصل للدار ديال سلاميط، وقبل ما يدخل صيفط ميساج لولدو قال له فيه اذا ما رجعتش قول للبوليس يجيو لهذا الموقع، وصيفط اللوكيشن ديال دار سلاميط لولدو في واتساب. فحال اللي كان حاس انه ما غاديش يرجع، وفعلا من داك النهار براستيو عمره ما رجع. الولد فاش شاف الميساج خاف على باباه، ولكن ما علمش البوليس، حش في الميساج قال له حتى اذا ما رجعتش. فصافي غادي يكمل النهار ديالو عادي والخدمه، وغادي يمشي للدار ديال بابا باش يتسنى. والو ما جاشي نهار كامل، جا الليل الاب باقي ما بانشي. الولد صافي نعس، حتى ملي غادي يفيق ما غاديش يلقى الاب ديالو. في الصباح هيمشي الولد لمركز الشرطه وهيعلمهم بالاختفاء ديال الاب ديالو، وغادي يوريهم داك الرساله. فهنا البوليس غيتحركوا بواحد سرعه كبيره لداك الموقع. دقوا الباب وخرج ليهم سلاميط والابتسامه على وجهه بحال دائما. قال لهم واش خصكم شي حاجه، نعاونكم في شي حاجه؟ فهنا البوليس قالوا له واحد السيد الاسم ديالو براستيو اختفى، واخر بلاصه قبل ما يختفي كان في الدار ديالك. شنو علاقتك به وشنو جاي يعمل في دارك؟ سلاميط هنا مشات داك الابتسامه اللي على وجهه وبانت عليها الصدمه. ما غادي ينكر ولا غادي يعترف حتى شي حاجه، غادي يبقى غير ساكت. هنا البوليس عرفوا بلي شي حاجه كاينه، فغادي يدخلوا للدار يفتشوها. الدار كانت عاديه فحال ديال الاخرين، من غير ان الشموع والرموز في كل بلاصه في الدار. هادشي غادي يكون عادي حيت هما في وسط الدار ديال واحد شامان. واحد البوليسي بقى كيفتش ويدور حتى غادي يوصل حدا الجردة اللي مور الدار ديال سلاميط. بان له واحد البلاصه فحال يلاه تحفرت ورجعت تغطات، التراب باقي جديد وباقي محرك. هنايا غادي يبدا يحفر بيدو هو والبوليس اخرين شويه بشويه حتى بداو كيحسوا كاينه شي حاجه كيحاديوها بيدهم. بقاو كيحيدوا التراب حتى كيلقاو واحد الجثه، وديك الجثه غادي تكون ديال براستيو. مباشره شاد سلاميط وخا هيداك ما بغاش يهضر وبقى ساكت.
الجثة ديال براستيو غادي يصيفطوها للتشريح باش يعرفوا السبب ديال الوفاة. البوليس غادي يبداو البحث ديالهم بأول حاجة في الحياة ديال سلاميت، شكون هو وشنو بينه وبين براستيو باش يقتلوه. سلاميت كان معروف في ديك المنطقة بأنه الساحر ديال القرية، وكاين اللي كان حتى كيعيطلو طبيب ديال القرية. إنسان محترم داخل سوق راسو وكيحل المشاكل ديال الناس، ودائما كان كيتباهى بأنه عنده القدرة يشافي أي مرض ويبدل حياة الإنسان. وأكثر حاجة كان كيتباهى بها هي القدرة ديالو في الفلوس، أنه كيقدر يضاعف لك الفلوس ويرجعهم ملايين. إوا كانت عنده هاد القدرة كان سعى بها راسو هو الأول ورجع من أغنى الأغنياء. هو في الأصل كيعيش واحد الحياة اللي هي بسيطة بزاف بزاف. الناس ما كانوش كيردوا البال هاد النقطة وكيصدقوا أي كلمة قالالهم. البوليس ملي غادي يبقاو يبحثوا في السوابق ديالو لقاو بأنه إنسان محترف ومدمن للنصب والاحتيال، وأنه ديجا دخل الحبس شحال من مرة. آخر مرة دخل الحبس كانت في 2019، وطبعا على النصب والاحتيال. وملي هيخرج هاد المرة غادي يبدل المدينة وهيقرر بأنه يولي ساحر، غادي يمشي لداك القرية الصغيرة وبدا كيطلق عليهم الكذوب ديالو أنه يبدل لهم حياتهم ويفك لهم أي مشكل كيف ما كان. هادشي اللي كان كيعمل سلاميت في حياته كاملة. دابا البوليس من بعد ما عرفوا هادشي الجديد اللي عمل أنه قتل إنسان، ولحد هاد الساعة سلاميت باقي ما باغيش يهدر وما باغيش يقول شنو اللي واقع. البوليس كيحاولوا يفتشوا على شي واحد اللي كيعرف براستيو او اللي كيعرف العلاقه اللي كتربط براستيو بسلاميت، على امل يكون عنده معلومات كامله. فغادي يمشيو عند ولادو ما عارفين والو من غير داك الرساله. من بعد بقاو كيفتشوا في الناس والجيران، غادي يوصلوا لداك صاحبه اذا بقيتوا عاقلين ملي تلقى براستيو كان معصب ملي سولو عاود له كل شيء. فهنا البوليس عرفوا بان براستيو كان ضحيه جديده ديال النصب والاحتيال ديال سلاميت. من بعد ما اتضحت الصورة للبوليس غادي يجي لبالهم أنه ممكن يكونوا شي ضحايا آخرين مدفونين تما بحال براستيو، حيت سلاميت تبارك الله عنده ماضي مشرف في النصب والاحتيال، فأكيد كاين ضحايا أكثر. غادي يرجعوا للدار ديال سلاميت وغادي يبداو مباشرة البحث على الجثث. بداو نيشان في الجردة اللي في الظهر ديال الدار كيحفروا المفاجأة، لقاو داكشي اللي كيبحثوا عليه. لقاو أول جثة وثاني جثة، وكل ما كيزيدوا يحفروا كيزيدوا يلقاو جثث اخرين حتى وصل العدد ل 12 جثة. وهاد الجثات ما قدروش يتعرفوا عليهم حيت كانوا متحللين بشكل كامل. فغادي يجيبوا سلاميت من الحبس للدار تما باش يوريهم اذا كانت شي بلاصه اخرى تما فيها شي جثة، ولكن غادي يوريهم نفس الاماكن اللي خرجوا منها. هيصدمهم اللي غادي يعترف انه قتل 16 واحد اخر في مدن متفرقة في إندونيسيا وما عقلش على فين دفنهم بالضبط. هنا غادي يخرج تقرير تشريح ديال براستيو وجا فيه أن سبب الوفاة الدفن حي، ولكن لقوا في الدم ديالو واحد المادة اللي كتسبب بحال شلل وارتخاء في عضلات الجسم. يعني بشي طريقة سلاميت عطى البراستيو داك المخدر شربولو باش يقدر يتحكم فيه. فهنا البوليس هيرجعوا سلاميت للتحقيق باش يعرفوا كيفاش قتل داك 12 ضحية اللي كانوا مدفونين حدا الدار ديالو. في الأول بقى ساكت، من بعد عرف أنه صافي كلشي تفرش وهيضطر يهضر، وغادي يعترف أنه قتل داك 12 ضحية كاملين بنفس الطريقة اللي قتل براستيو، حيث هو عارف أنهم غادي يرجعوا عندهم من بعد ما يعرفوا أن داك الفلوس مزورة وغادي يكونوا محصبين. فكان كيوجد لهم هاد الخطة وكيخدم في هدوء وكيقنعهم أنهم خصهم يكملوا الطقوس باش العملية تنجح. وللأسف هاد الضحايا كاملين كانوا كيقتنعوا بالهضرة ديالو وكيتيقوا، فهو كان كيعطيهم داك المشروب اللي فيه داك المادة. وصافي من بعد ما الناس كان كيوقع لهم واحد الارتخاء في العضلات، يعني تقريبا بحال الشلل، كان كيشبرهم وكيحفر لهم الحفرة وكيدفنهم فيها وهم أحياء. اما ديك 16 اخرين ما قدرش يعقل حتى كيفاش قتلهم ولا حتى فين دفنهم. براستيو كان هو اخر ضحيه لهذا المشعوذ، واللي بفضل داك الرساله اللي صيفت لولده باش تفضح هذا المجرم اللي كان غادي يتقتلوا ناس اخرين على يده. وداك القضيه ديال الفلوس اللي كيخرجوا من الارض اللي شاف براستيو
البوليس غادي يلقاو واحد الحفرة وسط الدار كيعمرها بالفلوس مزورين وكيغطيها بداك الثوب الحمار، كيربطهم غير بواحد الخيط اللي هو رقيق بزاف. وملي كيبدا داك الطقوس اللي كيعمل زعما كيبدا يجر شويه بشويه في الفلوس كيبداو كيخرجوا من داك الحفرة وكيكونوا فوق داك الثوب، فكيبانوا كأنهم كيخرجوا من الأرض. يعني كان كيعمل داك الخدع السحرية. في يناير 2024 بدات المحاكمة ديال سلامات، وبالحجج والدلائل وداك الجثث والاعتراف ديالو، فالمحاكمة ما خداتش وقت كبير باش يصدر الحكم وتحكم عليه بالإعدام. سلاميت قتل 29 شخص اللي تعرف منهم هو براستيو وواحد 4 آخرين، أما الباقي بقاو مجهولين. وخا سلاميت تعدم باقي منه عدد، وباش هادشي يوقف خاص الناس يبدلوا الطريقة باش كيفكروا ويحيدوا من راسهم فحال هاد الأفكار. وهنايا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال القضية. نتلاقاو في الفيديو الجاي. سلامة.